إيه الحلم اللي أنت نِفْسك تضيفه لمجال التدريس؟ يعني حلم نِفْسك تضيفه في المنظومة التعليمية بشكل عام؟ لأ أحلام كتير. واحد نِفْسي الولاد يبقوا عايزين يروحوا المدرسة. هتستغرب لها ليه يا عم ده أنت بتاع أونلاين بس أنا نِفْسي يبقوا عايزين يروحوا المدرسة. المدرسة الأساس. المدرسة منظومة المفروض كاملة مش مجرد أساس. المعلومة يعني. الأساس. روح المدرسة، يبقى المدرسة فيها النشاط، فيها الدراسة، فيها المتعة. أنا والدي هيستغرب من الموضوع ده. يعني كلنا كنا في ثانوي ما بنروحش والكلام ده. أنا بنتي لما جيت أختار لها مدرسة أنا كان من أهم الحاجات بالنسبة لي إن هي تحب تروح، تتعود تصحى بدري، تروح، تبقى في نشاط، تبقى في تركيز، يبقى في مجهود. كلنا كده. فده فعليا لو مش موجود في جيل هيبقى كارثة. أنا بقول عايزين نحول تاني التعليم إلى متعة. إحنا ليه بنتأخر في التعليم؟ بتقول لي ممكن نغير مناهج، حلو جميل، لازم المعلم ياخد حقه، ده لازم. فكرة أصلا إن هو فكرة كليات القمة أنا بصراحة مش ما بحبش الكلمة دي يعني. بس أنا بشوف إن زي كلية التربية أو كليات اللي هي بتطلع ليه مش قمة؟ ليه مش قمة؟ ليه بخليش المدرس ده دي رغبة عند الناس إنها توصل تعمل هقول كده؟ لحضرتك على حاجة، يعني أنا اتقال لي في مرة طب ما تروح تدي في مدرسة، صدقني لو ينفع أتمنى. هو في أجمل وأقيم وأشرف وأحلى من منبر المدرس وقفته على السبورة في الفصل؟ أصل هتقولي لا أنت بتقول كده يعني لا والله لا فعليا. لكن ده كده بتكلم بجد. ده يعني لما نحول المدارس بقى لفكرة الناس راح تستمتع بالمدرسة.